انتي كنتي في مرحلة التخطي وكنتي شايلاه من دماغك فرجع كاختبار كون يأكد لك ها انتي اتشافيتي ولا لا. فمادام قبلتي انك تتكلمي معاه يبقى في حتة في القصة لسه متقفلتش وفي رسالة انتي محتاجة تفهميها. طبيعي لما الراجل بيرجع لازم يرغي بالساعات ويقطقط في القطاقيط وقد ايه وما كنت خايف ارجع وكنت خايف ما ترديش عليا، يضمن وجوده ويحس بطاقتك ويتشبع يجو ما يرجعش. بعتيله مسج هيرد ما يردش، هو كده كده كان جاي يلقنك درس ويمشي عشان القصة تبدأ تتقفل بالشكل الصح اللي تفهمي منه الرسالة. حبيبتي انا شفت الستوري اللي بعد دي كمان. اوقات كتيرة لما بنكون في ريليشن مع حد ممكن ما يحصلش تفاهم او حاجات من اول مرة فبنسيب بعض وكل واحد بيعيش حياته وبنرجع بعقلية جديدة او اتعلمنا حاجات جديدة. وارد ان هو يكون راجع فعلا بنية خير، اوكي، مش راجع يتسلى، وان هو اتغير وان انت كمان اتغيرتي وعملتي تقييم علاقة واتشافيتي منه واتشافيتي من اللي بعده، وبالتالي انت شخص جديد وهو كمان شخص جديد. اما حتة ان هو بينزل صور معاها عكس اللي هو بيقولهولك، فعندك حلين: يا اما ده شخص متلاعب واصلا انت عارفاه وليكي هيستوري معاه فانت عارفه هو متلاعب او لا، بس هي مش ماليه عينه فرجع يشوفك بتعملي ايه، وان هو كان عارف ان انت حقيقيه معاه. فدايما بيبقى الشخص الحقيقي الشخص اللي قدامه بيبقى عنده فضول يعرف هو ايه اللي في حياته دلوقتي، وان هو بيعمل ايه، وان هو لسه بيحبني او حب اللي بعدي زيي او لا. اما الحاجه التانية ان مش كل اللي على السوشيال ميديا حقيقي. ليه يا حبيبة قلبي ما ينفعش نقول مشاعرنا؟ أصلا العلاقات خلقت للسكينة والراحة. أنا لما أكون حاسة بحاجة بقولها، وأصلا من ABC علاقات كده، إن أنا اللي بقوله أنت بتفهمني صح، مش لازم أختار وأعتني بكلماتي علشان تفهمني صح وعلشان ما أقعدش أبرر لك. ده وجع دماغ، دي ما اسمهاش علاقة سوية أبدا. العلاقات بسيطة وحلوة، بس احنا اللي بنقع دايما في علاقات بتكون انعكاس لينا علشان تبين لنا صورتنا الحقيقية ونتشافى من جروح قديمة. انا عمري ما هقع في علاقة مرة واحدة وانا عندي جروح، او انا شايفة احساس سيء عن نفسي، او انا حبيت نفسي من خلال العلاقة. كل ده عمرها ما هتوقعك في علاقة بسيطة. لكن فعلا العلاقات بسيطة بسيطة جدا وراقية جدا، بس ان انا اكون فاهمة نفسي وانا جوه العلاقة.